بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله. سر عظيم لكل شيء في سورة القد. في هذه الآية تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. أمير المؤمنين عليه السلام يقول كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله يقرأ سورة القد بخشوع وبكاء، فدخل عليه أبو بكر وعمر فقالوا له يا رسول الله ما شدة رقتك لهذه السورة؟ هواية تيتسر من تقرأ سورة القدر. قال لهما لما رأت عيني ووعى قلبي ولما ترى عيني هذا من بعدي، يأشر على علي بن أبي طالب عليه السلام. قالوا فما وعي قلبك يا رسول الله وماذا رأت وماذا يرى؟ ما نعرف ما هذا الكلام. قال لهما أن هذه الآية بالتهديد تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. قال رسول الله لهم هل بقي شيء بعد قوله تعالى من كل أمر؟ فقال عمر وأبو بكر لا يا رسول الله من كل شيء تنزل. قال رسول الله نعم. قال على من تنزل الملائكة؟ قال عمر وأبو بكر عليك يا رسول الله. قال رسول الله نعم. قال رسول الله ليلة القدر مستمرة بعد مماتي؟ قال عمر وأبو بكر نعم يا رسول الله مستمرة. قال رسول الله صحيح تنزل الملائكة في ليلة القدر بعد مماتي؟ قال عمر وأبو بكر أيضا نعم تنزل. هنا سؤال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على من تنزل الملائكة بعد مماتي؟ فقال لا ندري. رسول الله وضع يده على رأس علي بن أبي طالب وقال إن لم تدريا فادريا هو هذا من بعدي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بعد الإمام علي بن أبي طالب على من نزلت الملائكة؟ ابن عباس يسأل الإمام جاوبه وقال له علي بن أبي طالب قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنا وأحد عشر من صلبي أئمة مختصون. فبعد علي نزلت الملائكة على الحسن وبعده على الحسين وبعده على السجاد ثم الباقر ثم الصادق ثم الكاظم ثم الرضا ثم الجواد ثم الهادي ثم الحسن العسكري. وفي زمن الحال على إمامنا الحجة